خلونا نبدأ القصة بشخصية غريبة. تخيلوا معي شخص مثل الشبح، ما عنده بيت ولا تليفون، وكل اللي يملكه هو بس الملابس اللي عليه. هذا هو جاك ريتشر، رائد سابق في الجيش، والمشاكل تلاحقه ويمما يروح كأنه مغناطيس. وهالمرة المشكلة اللي بتواجهه مو أي مشكلة، دي مؤامرة خيوطها توصل لأبعد ما نتخيل. وهذه المقولة يعني توصف ريتشر بالملي. هو مو مجرد بطل قصة عادي، لا، ريتشارد نفسه هو الحدث. مجرد وجوده في أي مكان يقلب كل شيء فوق تحت. لما تشوفه تعرف على طول إنه الأمور رح تتعقد وتصير فوضى. طيب، كيف تبدأ القصة؟ تبدأ بمشهد ما بعد العاصفة. المكان مطعم هادي، بس على الأرض في 4 رجال ماكلين علقة موت، والشخص المسؤول عن كل هذا ما هرب، بالعكس قاعد بكل برود يشرب قهوته وكأنه ينتظر شيء معين، شيء حتمي رح يصير. وهنا طبعا يجي السؤال اللي يفرض نفسه: مين هذا الشخص؟ يعني أي نوع من الناس يقدر يضرب 4 رجال وبعدها بكل بساطة يقعد يستنى؟ هل هو الغرور أو ثقة زايدة بالنفس، ولا القصة فيها شيء تاني تماما؟ وهنا تبدأ الصورة تتوضح. ريتشر مو بس جندي سابق، هو شبح عايش برا النظام تماما. يعني مستحيل أحد يتعقبه ومستحيل أحد يهدده. تخيلوا مثل محارب ساموراي بدون سيد في زمننا هذا، قوة متحركة تبحث عن العدل وما عنده أي شيء يخسره. كل اللي يحدده هو مهالاته ومبادئه اللي ما يتنازل عنها أبدا. ومثل ما توقع ريتشارد بالضبط وبكل هدوء، الموقف هذا كله مؤقت. مكالمة تليفون واحدة كانت كفيلة إنها تطلعه. المكالمة كانت من مين؟ من الرائدة سوزان تيرنر اللي استلمت منصبه القديم. واضح إنه بينهم علاقة عمل قوية واحترام متبادل. والمكالمة هذه مو مجرد خدمة، لا، هذه إشارة واضحة إنها متورطة في إشي كبير وخطير. ريتشر على أمل أنه يقابل تيرنر وجها لوجه أخيرا يسافر لواشنطن العاصمة لمكانه القديم. بس هو ما كان رايح لمجرد مقابلة عادية، للأسف كان ماشي برجله مباشرة لكمين فخ محكم ومخطط له بكل دقة. الصدمة الأولى تجيه أول ما يوصل. يبلغوه أن الرائدة ثيرنر اللي هو جاي كل هالمسافة عشانها مقبوض عليها، والتهمة تجسس. فجأة الزيارة الودية هذه تحولت لكارثة حقيقية، والوضع يتأزم أكتر وبسرعة. المحامي العسكري المسؤول عن قضية تيرنر، نفس الشخص اللي ريتشارد كان يتكلم معاه قبل دقائق بس، يلاقوه مقتول. شوية شوية قطع الفخ قاعدة تتركب مع بعضها بطريقة تخوف. وهنا تجي القطعة الأخيرة اللي تقفل الفخ عليه تماماً. وبما إنه كان آخر واحد شاف المحامي حي، ريتشارد ما عاد مجرد زائر، صار هو مشتبه به الأول. في ظرف ساعات قليلة تحول من شخص حر لمتهم رئيسي في قضية قتل. الحين وهو محبوس في سجن عسكري، ريتشر فاهم اللعبة تمام. الناس اللي ورا كل هذا ما سووا كل هالقصة عشان يعطوه محاكمة عادلة. هدفهم شيء واحد، يسكتوه للأبد. وقدامه حل واحد بس: الهروب. وهني ونشوف عقلية ريتشارد العسكرية وهي تشتغل. الموضوع مو مجرد هروب عشوائي، لا، هذه عملية عسكرية مخططة. أول شيء يسوي إلهاء عشان يسبب فوضى، بعدين يتخلص من الحراس عشان يفتح الطريق، بعدها يحرر تيرنر لأنه محتاج حليف معاه، وأخيراً يهلبون من القاعدة هروب نظيف. كل خطوة محسوبة بالمسطرة وبدون أي غلطة. الحين هم أحرار، بس بنفس الوقت هاربين ومطاردين. الطريقة الوحيدة عشان يبرؤون نفسهم هي إنهم يهجمون بدل ما يدافعون. لازم ريتشارد وتيرنر يشتغلون مع بعض عشان يفككون شبكة الأكاذيب هذه ويكتشفون مين اللي يبي يتخلص منهم، والأهم ليش. بسرعة تحقيقاتهم توصلهم لاسم واحد: باراسورس، وهي شركة مقاولات عسكرية خاصة ولها نفوذ كبير. وهنا تيرنر تكشف عن الخيط المهم. هي كانت تحقق معهم أصلاً لأن 2 من جنودها انقتلوا في أفغانستان، وموتهم ما كان صدفة، كانوا قريبين جداً من كشف سر خطير. بس المشكلة مو بس الشرطة العسكرية اللي طاردهم، في لاعب جديد دخل اللعبة، لاعب أخطر بكثير، قاتل محترف ما عنده رحمة وماشي وراهم خطوة بخطوة. مهمته هي إنه يصفي أي خيوط ممكن تكشف المؤامرة، وريتشارد وتيرنر حالياً هم أكبر خيطين في القصة كلها. وفي وسط كل هالمؤامرة العسكرية، المعركة فجأة تأخذ منحنى شخصي جداً. ريتشارد يكتشف إنه في بنت عمرها 15 سنة اسمها سامانثا، ويوصل له احتمال يصدمه بعد كل هالسنين اللي عاشها لوحده. يمكن يكون أب
والخطر هذا حقيقي ومباشر. يكتشفون أن القاتل سبقهم ووصل لبيت سامانثا. أهلها اللي تبنوها مقتولين، ويلاقون البنت مرعوبة ومستخبية في دولاب. في اللحظة هذه المهمة كلها تتغير. الموضوع ما عاد بس عن تبرئة اسمهم، صار عن حماية روح بريئة. وهذا التسلسل الزمني للأحداث يورينا الضغط الرهيب اللي هم فيه. ما في وقت للتنفس ولا للتفكير. اليوم الأول يتهمون ريتشر، اليوم الثاني يهربون، اليوم الثالث سامانثا تصير هدف، اليوم الرابع يطيرون لنيو أورلينز ورا خيط أمل وحيد. يعني هم طول الوقت في سباق مع الزمن، سابقين الموت أو السجن بخطوة واحدة بس. الوجهة النهائية هي نيو أورلينز. هناك في قلب المدينة هذه كل خيوط المؤامرة راح تتلاقى أخيراً في مواجهة حاسمة ومتفجرة. الحقيقة خلاص على وشك إنها تظهر للنور. وأخيراً يلاقون الشاهد الأساسي، الشخص الوحيد اللي يعرف الحقيقة الكاملة ورا باراسورس، والحقيقة اللي يكشفها كانت صدمة. الكل يعتقد إن باراسورس شركة بتشحن أسلحة، بس الأسلحة دي كانت مجرد واجهة، غطى للشيء تاني مربح أكتر وخطير أكتر بكتير. وهنا النقطة المحورية في القصة كلها. الموضوع عمره ما كان عن الأسلحة. باراسورس كانت تستغل الإجراءات الأمنية وسلسلة الإمداد للجيش الأمريكي عشان تهرب أفيون نقي وخام لأمريكا. هذه خيانة على مستوى لا يمكن حتى تخيله. كل الأحداث هذه توصل لذروتها في مواجهة عنيفة داخل هنجر طيارات في المطار. المشهد كان كالتالي: من جهة عندنا ريتشارد وتيرنر، ومن الجهة الثانية المرتزقة والصياد، وفي النهاية يواجهون رأس الأفعى هاركنس رئيس باراسورس وهو محاط برجاله. لكن حتى بعد ما انكشفت المؤامرة القصة ما خلصت. القاتل الصياد يسوي حركة أخيرة يائسة، يخطف سامانثا عشان يستخدمها كورقة ضغط. وهنا يضطر ريتشر إنه يواجهه في معركة أخيرة ووحشية، 1 ضد 1 على سطح مبنى، قتال حياة أو موت عشان ينقذ البنت. وفي النهاية تيرنر تأخذ براءتها والعدالة تتحقق بعد القضاء على الأشرار. المعركة خلصت، بس باقي سؤال واحد مهم، سؤال شخصي جدا معلق في الهواء، سؤال ممكن يغير حياة ريتشر كلها. وفي مشهد أخير وهادي ريتشر يوصل الجواب، هو مش أبوها. فرصة الحياة المختلفة اللي كانت ممكنة تتبخر. وكالعادة وفاء لطبيعته ريتشر يسوي الشيء الوحيد اللي يعرفه، يكمل طريقه، يمشي بعيد لوحده، ويرجع مرة ثانية مجرد شبح متجه نحو أفق جديد ومجهول.